ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله فيديو النهاردة هنعمل طريقة بطاطس بالفراخ في الفرن بطريقة جديدة كده وبهارات جديدة. هتعجبكم جدا وبصوص حلو. بس زي ما اتعودنا، منساش لايك وشير وسبسكرايب لقناتي بوكيتشن. واللي ما يعرفنيش، أنا اسمي هبة. بس قبل ما نبدأ أي فيديو هنسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا انا بجيب الفراخ زي ما انتوا شايفين كده، بنقعها في محلول ملح من قبلها بيوم. ايه هو محلول الملح اللي احنا بنستخدموه؟ هحط لتر ميه، كوبايه ميه، لتر ميه على معلقتين سكر ومعلقتين ملح. وهنجيب ايه تاني؟ هنجيب بصل. البصل ده قد ايه يا بنات؟ بصلتين كبار حلوين كده، هنبشرهم حلو وهنحط عليهم شويه بهارات. هتودي الفراخ وصينية البطاطس في حتة تانية. ايه هي البهارات بتاعتنا؟ معلقتين ملح كبار، معلقة ملح صغيرة، نص معلقة كمون صغيرة، معلقة بابريكا، وكمان معلقة السبع بهارات وربع معلقة قرفة. لو انتوا عايزين تستغنوا عن القرفة ده اختياري. هنحط البهارات دي كلها على ايه؟ على البصلتين الكبار اللي احنا بشرينهم. هنعمل ايه بالبصل ده وبالبهارات دي؟ البصل ده هنتبله بالفراخ، ويا ريت الفراخ تتبل مش اقل من ساعة، ولو طبعا طولت بتبقى طبعا تدي طعم احلى. والبصل ده مش هنرميه بعد ما نتبل الفراخ. هوريكم هنعمله بيه ايه وهيتحط كده في الصينية. لا، هيدي طعم البطاطس غير ما انتي بتعمليها طريقة تانية وفي حتة تانية. طبعا الفراخ بعد ما غسلناها وزي ما قلت لكم حطيناها في محلول الملح. قبليها بيوم يستحسن بنغسلها حلو، وبعد كده هنحط لها لتر ميه، هنحط لها معلقتين سكر ومعلقتين ملح وليمونية، ورق لوري، ونسيبوها في التتبيله دي بتمتص اي حاجه في الفراخ بقى، لو في دم زياده او زفاره. لا التتبيله دي او المحلول الملح بيودي الفراخ برضو في حته تانية ويخليها ليها طعم كده ومش زفره. بصوا زي ما انتم شايفين البصل بعد ما دعكناه كده بالبهارات. هنبدأ بقى، بص بنعمل في الفراخ ايه. بنقعد نحط في كل حتة في الفراخ. زي ما انتم شايفين تبلنا الفراخ، هنسيبوها ايه مش اقل من ساعة يا بنات. ايه الخطوة التانية اللي هنعملوها؟ هنعمل صلصة بقى البطاطس. ايه هي صلصة البطاطس؟ هنستخدم لها ايه؟ 4 5 طماطمات حلوين كده زي ما انتم شايفين. هنحطهم في الكبة او في الخلاط زي ما انتوا عايزين. بصلاية حلوة صغيرة، وقرن فلفل كوبي. كل ده بيدي طعم للصلصة حلو، جربيه كده. كل ده هنفرموه مع بعض في الكبة زي ما قلت لكم او في الخلاط. و... وهيبقى صلصة تقيلة، يعني انا مش عايزة الصلصة خفيفة، انا عايزاها كده ايه، تقيلة. وقرن الفلفل السبايسي ده اختياري يا بنات. ايه البهارات اللي هنحطها؟ هنحط لها معلقة ملح، معلقة فلفل صغيرة، ومعلقة ملح او معلقتين ملح صغيرين. انا حطيت معلقتين. وايه تاني؟ ومعلقة سكر صغير. ليه السكر؟ عشان يعادل الحموضة بتاعة الصلصة، عشان ما تبقاش حامية علينا قوي. وهنبدأ نضربها في الكبة. انا ليه بعملها في الكبة؟ بحس ان هي ايه، تقيلة، مش ناعمة خالص وتخينة كده غير الخلاط. بس انتي لو ما عندكيش كبة عايزة تعمليها في الخلاط مفيش اي مشكلة. بصوا زي ما انتوا شايفين انا هنعمها خالص. و... ويبقى احنا عملنا كده ايه، تبلنا الفراخ وسبناها، وعملنا صلصة البطاطس. وهنعمل ايه؟ هنقطع شايفين البطاطس مقطعينها ازاي؟ لا عايزينها رفيعة قوي ولا تخينة قوي، احنا عايزينها السمك كده عشان تستحمل معانا وما تتهريش. اول حاجة هنجيب ايه تاني بعد ما ظبطنا بقى الادوات بتاعتنا والحاجات اللي احنا هنستخدموها؟ هنبدأ نجيب وok كده على النار، هنحط فيها معلقة سمنة حلوة ومعلقة زيت كده. وهنبدأ نعمل ايه؟ قبل ما احط الفراخ البطاطس هبدأ احط الفراخ اشوحها. بصوا هننزل كل البصل اللي احنا تبلناها بيها عشان بس ما يتحرقش معانا في الوك اللي احنا هنحطوه. تمام. وهنبدأ نديها صدمة. لازم الوك يبقى سخن عشان الفراخ لما تنزل تبدأ المسام بتاعها تتقفل، عشان ما تنزلش مية. انا مش عايزاها المية، انا عايزة جواها يبقى فيها مياها، المية بتاعتها مياها المية بتاعتها عشان هي اللي هتسويها. زي ما انتم شايفين بصوا انا بنزل البصل كده، والبصل ده انا مش هرميه، لا انا هجيب دلوقتي صينيه، ويستحسن تبقى صينيه كده ألمونيا، بتطلع طعم الفراخ كده حلو. صينيه البطاطس بس ما عندكيش برضو مش هنقف.
بصوا انا حمرتها ازاي على الناحيتين يا بنات. انا عايزه التحميره دي في نفس الوok اللي احنا حمرنا فيه الفراخ. هننزل بايه يا بنات؟ هننزل بالبطاطس بتاعتنا. بصوا البطاطس اللي احنا قلنا عليها لا تخينه قوي ولا رفيعه قوي. هنبدا نشوحها كده تاخد من طعم الفراخ اللي اتشوحت. هنقعد نقلب فيها كده. بصوا. وهنبدا بقى نعمل ايه تاني؟ يبقى احنا حمرنا الفراخ وحمرنا ايه البطاطس. إيه هنجيب بقى الصينيه اللي احنا هنحطها فيها الفراخ والبطاطس اللي هندخلها في الفرن. هنحط ايه تحت في الارضيه؟ هنحط البصل اللي انا قلت لكم احنا مش هنرميه ولا هنحطوه تحت، هنعملوه زي ارضيه. البصل ده هيدي القوام كده لصينيه البطاطس، وهتبقى جوسي كده وفيها صوص كده حلو قوي. طبعا صينيه البطاطس دي بتتعمل في اي وقت، ودايما بتتعمل في رمضان. كل سنه وانتم طيبين. لازم تتعمل على سفره رمضان كده، وجبه رئيسيه. بيبقى ليها طعم حلو كده وما بنقدرش نستغنى عنها، يعني اكتر الناس او اكتر الشعوب بتعملها. بصوا احنا حطينا البطاطس فوق البصل، وهنبدأ ننزل بقى الصوص بتاع. بص تقيل، انا هخففه دلوقتي. انتوا عايزين تخففوه من الاول خففوه، بس انا هخففه دلوقتي بعد ما انزل ايه الفراخ. بص هنبدأ بقى نرص الفراخ فوق الوش، وهنبدأ ننزل ايه بقية الصوص بتاعنا. صوص الطماطم اللي احنا عاملينه. بصوا هو تخين ازاي. انا هحط له بقى ايه كوباية مية كده حلوة كبيرة، بحيث ان المية دي هتسوي الفراخ مع البطاطس ومع والصوص دوت كمان. بصوا زي ما انتم شايفين كده هندخلوها الفرن في الرف اللي تحت لغاية لما تستوي على درجة حرارة 180، والفرن يكون سخن يا بنات. اول ما تستوي هنطلعها ونشوفها مع بعض. طبعا هتعملي جنبيها ايه؟ هتعملي جنبيها رز بشعرية او هتاكليها بالعيش زي ما انتم عايزين. بصوا شايفين؟ بصوا اتحمرت وبقت جميلة ازاي. شايفين الورك اللي هو بياخد وقت في السوا؟ شايفين بصوا استوى ازاي وبقت احمرت. بص البطاطس ما اتهرتش ازاي، وشايفين الصوص الطماطم. شايفين؟ تحفه يا بنات، هتعجبكم قوي، جربوها. لو وصلتش لغايه هنا ولسه ما عملتيش اللايك، انزلي اعملي اللايك واشتركي في القناه وشيري الفيديو على قد ما تقدروا، وكومنت حلو منكم كده. يلا يا بنات، شايفين الجمال؟ جنبيها بقى شويه رز عيش زي ما يعجبكم. يا رب تكون وصفتي النهارده سهله وبسيطه وعجبتكم. جربوها، ما تنسوش تجربوها، هتعجبكم قوي قوي. و... ودايما هتعمليها بالوصفه او بالطريقه اللي انا قلت لك عليها دي. طريقه سهله وبسيطه وما خدتش مننا وقت. بصوا شايفين الجمال؟ مش قادره اقاوم، بس لازم ادوق. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني ووصفات تانية واكلات تانية اسهل. اشوفكم على خير. باي باي يا حبايبي، مع الف سلامه.